السلام عليكم، مساكم الله بالخير. زي ما وعدناكم اليوم نبي نجيب تقرير عن اللد وش المناسب منه. طبعا أنا أتعامل مع شخص لي 3 سنوات، أبو ريان. الله يحييه أبو ريان. بنبي نسأله كم سؤال. الله يا أبو ريان، ما شاء الله أنت ما يحتاج بأنوار اللد، والله يعطيك العافية. يعطيك العافية ورحب بك ورحب بمتابعينك. الله يعطيك العافية. ودنا ناخذ كم سؤال أبو ريان منك. أبو ريان، وش اللد؟ في كثيرين ودهم يشوفون وش اللد. هل هو خطر على السيارة؟ هل هو آمن؟ وش ممكن يسبب على السيارة؟ يا ليت تفيدنا. طيب، بالنسبة لللد هو عبارة عن مصدر ضوئي جديد بدال الأنوار القديمة. يتميز اللد بأنه يستهلك كهرب أقل، عمره الافتراضي أطول، سريع التشغيل، يعطيك الإضاءة القصوى بمجرد التشغيل. الميزة الرابعة أنه سهل التركيب، ما في تجريح أسلاك أبدا، تركيب مباشر. متجه إلى اللد. الله يعطيك العافية أبو ريان وجابك عافية. يا ليت والله تورينا اللد الجديد، أنا صراحة شفته قبل شوي وما شاء الله تبارك الله. يا ليت توريني إياه. ودي أشوف وش الفرق أبو ريان عن اللد هذا وعن الأول. عطنا فرق. طيب، بالنسبة للفروقات، أول شيء اللي هو طريقة توزيع الإضاءة داخل اللمبة. هذه نشوف لاحظ أنها صارت قطعة واحدة. أيضا العواكس اللي موجودة في نفس اللمبة تغيرت، صار التركيز أفضل. وأيضا اللي هو المروحة استعاضوا عنها بالفتائل التبريد. هذه أشوف والله ممتازة هذه ما شاء الله. طبعا الآن أبو ريان الله يجزاه خير بيركب لنا الآن اللد، راح نجربه معكم بإذن الله. طبعا أنا طالب واطي وعالي كله. الآن المكان مظلم زي ما تشوفون. اكبس أبو ريان ما شاء الله تبارك الله. طبعا واضح أنه غير منتشر، اتجاهه واحد. طبعا تكبيس كبسة واحدة، لا يزود ولا ينقص، يعني يختلف عن الزنون بهذه. اكبس أبو ريان، كبس ما شاء الله. هذا فرق 15 عن 10 الأول، يعني فرق شاسع. أنا مركبها الأول صراحة فرق. طبعا الآن ما شاء الله بعد التركيب ما شاء الله هذا أسلاك لا تقصيص ولا تقطيع ولا شيء، وثبت لي المحول هنا. الآن سيارتي هناك، هذا الواطي وهذا العالي. لا تخرب بس كاميرتي. أبو ريان، الآن بعد التركيب ما شاء الله الله يجزاك خير، نجي الموضوع الأهم. أنا كمتابع هذا حساب، شلون أبي أوصل لك وكم السعر؟ ولو أنا من خارج الرياض أبغى توصل لي السلعة هذه اللد، وش الطريقة؟ طيب، بالنسبة للتواصل يتم عن طريق الواتساب فقط، التنسيق والأسئلة والاستفسارات اللي نبر نحطه لك الآن. أي نعم. في رقم إن شاء الله بنعطيكم إياه، رقم إن شاء الله تواصلوا معي عن طريق الواتساب، ويتم التنسيق والاستفسارات والأسئلة عن طريق. الله يعطيك العافية جزاك. إن شاء الله ما كنت طولت عليكم التقرير، وزي ما وعدناكم التقرير إن شاء الله يجيكم تقارير ثانية. والله يعطيكم العافية وتمسوا على خير.